صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح الهنا على عيونكم. أنا شيماء أغا ودي قناتي. أهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناة. قبل ما نبدأ الفيديو أحب أقول لكل لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ روتين سهل وبسيط كده إن شاء الله بإذن الله يعجبكم. أنا صحيت الصبح صليت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصلينا وعملنا كل اللي ورانا وقلنا بقى ندخل جري 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 على المطبخ نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا كنت مقطعه بطاطس من امبارح عشان هقليها. وجبت هنا برنجانيه قطعتها مكعبات وهرش عليها شويه ملح كده واسيبها لغايه ما اجي اعمل الاكل. وهطلع بقى من التلاجة فضلة خيرك يا عسل منك ليها. حطي لي لايك واشترك في القناه. طلعت بقى ايه من التلاجة جبنه بيضه وجبنه رومي وقشطه وطماطم وخيار. وكان عندي علبة الفول ديت. قلت اطلعها كمان ونعمل فطار كده ايه ملوكي. وفطار كده على المزاج، يعني فطار حلو كده. يرم العظم كده ويشبع لغاية اخر النهار ما يطلبوش اكل تاني. يومنا النهاردة مسحوم شوية بس ان شاء الله ببركة بسم الله كده يعدي اليوم والدنيا تبقى تمام وزي الفل. يا رب اصلح حالنا يا رب وحال المؤمنين اجمعين وارزقنا بالذرية الصالحة انا وكل مشتاق يا رب العالمين. هنا بقى زي ما اوريكم كده كنت مقطعه البطاطس ونقعاها شويه كده وهقليها. وبعد كده جبت طماطمايه بقى قطعتها كده شرايح وجبت كمان خيارايه وقطعتها شرايح وصليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطي لايك يا قمر انتي وهي وشاهد الفيديو كده وصلينا على النبي. بعد ما هنا قطعت بقى طبعا الخيار انا مش هزوق ولا اي حاجه، هي حاجه بسيطه كده طماطمايه وخرايه متقطعين وخلاص زي الفل. طرنشات. بعد كده هركن بقى ده على جنب واجيب كده ايه عشان اعمل الفول. هعمله ببصلايه وطماطمايه وقرن وحته تومه. يبقى ونحط عليه كده حته قشطه ونحط عليه كمان معلقه طحينه نظبط كده الدنيا ويبقى معانا طبق فول ما اقولكيش. طعمه وحلو حلاوه زي الفل يعني. جبت هنا طبعا قشرت التومية. انا هحط فص توم واحد بس ما شاء الله الفص كبير ومش عايزه اكتر من كده. وهقشر طبعا البصلايه ونبدا بقى ايه نلوح كده البصلايه مع بعض مع الفص الثوم مع حته الطماطمايه. ونبدا نعمل طبق فول ملوكي. جربيه بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله هيعجبك. زي ما انتم شايفين كده مفيش احلى من كده. والله ما في احلى من كده. حطي لايك واشتركي في القناه يا عسل. علبه الفول ديت انا هاخدها طبعا احطها في المصفى وهفتحها طبعا وافضيها في المصفى واشطفها من ماده الحفظ بتاعتها واشطفها تحت الحنفيه كده بميه جاريه. وبعد كده نبدا نستخدم. طبعا هنا الفول وحطيت الجبنه الرومي والجبنه البيضاء وحطيت القشطه وركنتهم على جنب لغايه ما نعمل طبق الفول بتاعنا المتين. علبة الفول دي غلت قوي بقت ب15 جنيه حاجة صعبة قوي. انا بصراحة جبت فول مدمس وان شاء الله هعمل فول مدمس في البيت. انا بصراحة بعمله احلى بكتير قوي من العلبة دي بس زوجي بقى الله يصلح حاله هو اللي كان شاري علبتين يعني فقلت لما يخلصوا نبدأ ندمس فول بقى تاني. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت هاخدها بقى ايه رحت انا هنا خدتها فتحتها وفضيتها في المصفى وشطفتها بميه جاريه. انا ما بحبش بصراحه افضي من العلبه عليه في الطاسه كده على طول، لا انا بحب افضيها بميه جاريه يعني اغسلها الاول. خدتها بقى ورحت غسلتها انا غبت قوي كده ليه غسلتها هو شطفتها وجيت بقى هنا ايه هعصج البصلايه هعصج ايه هلوح البصلايه بحته زبده كده. وبعد كده انزل عليها بالتومه وانزل عليها بطماطم مقطعاها مكعبات. وهننزل عليها بالفول ونهرس كل ده مع بعضه. ونحط معلقه طحينه على معلقه قشطه. ويبقى عندنا شويه فول لو عندك بقى شويه زيت زيتون يبقى عسل قوي. وطبعا تحطي ملحك وكمون وشويه كزبره ويبقى عندك طبق فول بصراحه كان طعمه حلو جدا جدا جدا. عايزه تحط عليها معلقه صلصه حطي يعني مش هتقولك لا. بس بدل ما انا هحط اصلا انا استكفيت بحته طماطميه اللي انا قطعها عليها لان زي ما انتم عارفين انا هحط زي ما قلت لكم طحينه وهحط كمان قشطه. فكفايه قوي عليها الطماطمايه. تمام. حطيت بقى الفول اللي احنا شطفناه وبدات كده بالمعلقه اهرس الفول كويس جدا مع الطماطم والبصله كده عشان يبقى ما يبقاش فصوص كده لا يبقى مهروس. لو عندك هاند بلندر خديه ضربه كده بالهاند بلندر هيبقى تمام. هنا بقى ايه هرسته كده وهضيف عليه بس شويه ميه صغيرين عشان ما يبقاش ناشف. يبقى ملحلح كده. ملحلح يا ملحلح.
حطي لي بقى لايك واشتركي في القناه وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ضفت هنا كمان شويه ميه، وبعد كده هبدا بقى احط ملح، هحط كمون، احط كزبره، ابدا كمان هحط هنا حته حته زبده. ماشي، هحط كمان معلقه قشطه ومعلقه طحينه. تمام كده بهرنا الدنيا وخلينا الفول طبق فول بجد كان طعم جدا جدا. تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو، عسل عسل عسل. حطي لايك بقى يا قمر كده واشتركي في القناه. هنا جبت حته فلفلايه حراقه كده، قلت عشان تديله ايه شطشطه خفيفه كده. وهقلب كل ده، وزي ما قلت لك هضيف عليه معلقه الطحينه، نص معلقه طحينه صغيره خالص، وهحط كمان معاه معلقه قشطه، ويبقى كده عندنا طبق فول في التمام، جامد جدا، طعمه حلو قوي قوي قوي، كان عسل كده. شويه الملح كده تمام التمام. شايفين؟ اعملي الفول بالطريقه ديت هيعجبك قوي. هنا هي معلقه قشطه صغيره خالص اللي هي وش اللبن. خلاص كده تمام. هنا بقى هاجي ايه، انا قليت البطاطس، وبعد ما قليت البطاطس قليت البرنجان وراها، وخلاص هركن بقى الزيت ده لانه خلاص اغمق، فهبقى اغيره بقى لو هقلي تاني. قلينا هنا البطاطس، حطينا القشطه، حطينا الجبنه، حطينا الطماطم والخيار، حطينا طبق الفول مع طبق البرنجان، رشيت عليه بس رشه كمون وشويه ملح. للاسف ما كانش عندي ليمون، بس الحمد لله قضت وعدت، وكان فطار ملوكي، فطار حلو جدا بألف هنا وشفا على اللي كله. كان حلو قوي قوي قوي، ويخليكي بقى شبعانه لغايه المغرب. الفول طبعا بيملي المعده كده وبيخليكي شبعانه لوقت طويل. ادي فطارنا بسيط وسهل. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بعد الفطار. سلام، حطي لي لايك، حطي لايك. فين المقطع يا لهوي؟ ده المقطع ما تصورش، كنت مفكره التليفون بيصور لكن للاسف ما صورش. احنا هنا فطرنا الحمد لله، قليت البطاطس وطبعا الفول كان حلو جدا، وقليت البرنجان، وقعدنا فطرنا والحمد لله. انا بوريكي هنا انا مشغله على الغساله، وعندي شويه مواعين كده في الحوض، وبس الشقه بقيه الشقه الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. انا كنت منضفاها قبلها بيوم ونضيفه وزي الفل. مهوياها كده، فاتحه الشبابيك، كانت الشمس طالعه حلوه زي الفل، فايه فتحت الشبابيك ومهويه الدنيا كده وزي القشطه. هدخل بقى على المطبخ تاني اعمل لي كوبايه شاي بعد الفطار، واقعد اشرب كوبايه الشاي ديت، وبعد كده نبدا نشوف هنعمل ايه. هتعملي ايه يا شوشو؟ هطلع طبعا الغسيل من الغساله، كان زمانها خلصت. هطلع الغسيل من الغساله وابدا انشره، وبعد ما اغسل، بعد ما انشر يعني الغسيل، هبدا بقى إيه احط المواعين في الغساله. طب ليه مش هتغسلي ده شويه مواعين صغيرين اللي في الحوض؟ يعني انا عندي مواعين اصلا غسلاها، هشيلها اركنها يعني عينها في اماكنها، وعندي شويه مواعين تانيين هفضيهم كده، هفضي الحوض لان بصراحه محتاجه افضي الحوض، ومش قادره اقف يعني، لسه هقف بقى اعمل حاجات على الحوض كتير. فقلت ايه ادخلهم في الغساله وابدا بقى ايه اعمل اللي انا عايزه اعمله. طيب هتعملي ايه؟ انا بصراحه عندي هنا إيه، خلاص انا بصوا يا بنات، انا عندي غساله الاطباق. إيه، اوقات كتير يعني ايه بغسل عليها، يعني ايه بقعد طول النهار لو انا بطبخ اي حاجه تتوسخ اقوم شطفاها واقوم راكناها في الغسالة، واخر النهار اولع عليها اشغل عليها، تكون لما بكل ايه مواعيني بتاعت طول النهار. لو مواعين صغيره شويه صغيرين يعني بغسلهم على ايدي عادي خالص. بس انا بصراحه زي ما انتم شايفين كده، يعني شويه المواعين دول حطيتهم وسبتهم ركنتهم، رصيتهم كده وركنتهم لغايه ما خلصت كل يومي. إيه طبخت وكلنا وكده، والمواعين اللي بقت بقى من الغدا والعشاء حطيتها معاهم وشغلت عليها اخر النهار. هنا بقى ايه ركنتهم زي ما انتم شايفين كده. وجيت هنا قلت عندي فراخ، كنا مربيين يعني فراخ، وذبحنا النهارده منها ما شاء الله فضلت خوركم كده 4 فراخ ما شاء الله يعني الله اكبر، حلوين قوي. فقلت اغسلهم، وديتهم للست ذبحتهم يعني ونضفتهم لي وجابتهم لي بقى. انا ما بعتمدش على تنظيف المحل يعني، لا انا ما بيجوا من المحل هي بتبقى غسلهم كويس جدا كتر خيرها، وتبقى عصر عليهم ليمون وبتاع، لكن انا لا، لازم اغسلهم بمزاجي وانقعهم كده بمزاجي. فبجيب شويه دقيق، شويه ملح، شويه سكر، شويه طحينه، معلقه طحينه على
معلقه بيكنج باودر، بيكنج باودر ايه، على معلقه كربونات الصوديوم ديت، وبحطها كده. وبحطش خل، لو عندي ليمون بعصره عليها، وبركن الميه ديت، وباخد الفراخ افضيها بقى في الحوض، وابدا بقى احوش منها اي زيادات انا مش حباها. يعني حته اللي هي الضافر بتاع الجناح بحوشه، الرقبه من عند ما هي قطعت كده بالسكينه ذبحتها، بقطع الحته دي بتبقى مسمريه كده فبقطعها. الجلده بتاعت الرقبه انا ما بحبهاش، بحوشها. دهون زياده في قلب الفراخ انا بصراحه بتخلص منها برضو. حته الكبده اللي بتبقى بين الوركين ديت انا بتخلص منها. بمسك الفرخه بخليها زي الفل. جلد الفرخه من بره بيبقى عليه طبقه صفرة كده، لا بمسكها ادعكها كويس اوي واحوشها، خلي الفرخه بيضه شمعه منوره كده. ببدا اغسل بقى على هواي. الكبده مثلا، القنصه مثلا بيبقى فيها عليها دهون من بره كده، انا ما بحبهاش، فبحوشها خالص، بتخلص منها واخلي القنصية حلوة كده. كل الحاجات دي ببدأ بقى ايه، اغسل الفرخة على هواية زي ما انا حابة وزي ما انا عايزة، وانقعها في الخلطة اللي انا عاملاها ديت، واسيبها شوية. وبعد ما بنقعها بقى باخدها اشطفها، واكيسها في اكياس واعينها في الفريزر على حسب ما انا عايزه اطلع منهم بانيه بطلع، عايزه اسيب فرخه سليمه على بعضيها عشان ابقى اشويها بعد كده، بنقي الصغيره يعني واسيبها. بقسم بقى كل فرخه على 2 واعينهم في التلاجة عشان لما احب اطلع يعني بعد كده اطبخ زي ما انا عايزه. زي ما انتم شايفين كده انا حشت الاكياس، حطيتها في عندي في سله كده صغيره على الحوض، وبدات اي حاجه تطلع من الفراخ بطلعها من الفراخ، ببدا ايه احطها في السله ديت عشان ما تكتمليش الحوض، وببدا اغسل بقى كويس زي ما انا عايزه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بشيل اي زيادات ملهاش لازمه، وبخلي الفرخه كده نظيفه. يعني ما تعتمديش على تنظيف اي حد بره، لازم تنظفي الحاجه بايدك انتي زي ما انتي بتحبي. تمام. في ناس بتعتمد على التنظيف ده بره عادي يعني، لكن انا عن نفسي لا. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا هنا بلم بس كل الاول الكبد، القوانص، القلوب، بنضفها، وبعد كده بعينها بحطها يعني في المحلول، ميه المحلول اللي انا هنقع فيها الفراخ ديت. وببدا بقى بعد كده امسك الفراخ فرخه فرخه وابدا اشتغل فيها. ليه؟ لان الكبد لو سبتها كده للاخر هتتهرى مني، فبحوشها الاول هي والقنصة، وبعد كده ببدأ بقى مع الفرخة، بقسم الفرخة نصين، وابدأ بقى اي حاجة فيها زيادة زي ما قلتلك بطلعها فيها، بطلعها منها. شايفين؟ هي دي الكبدة اللي انا بقولك عليها، بصراحة بتزفر الشوربة، فانا بشيلها اللي هي بين الوركين بشيلها. اي زيادات بقى تخلي الفرخة فل شمعة. امي بتقعد تقول لي انت رميتي 3/4 الفرخه، يعني ايه اللي عاد فيها؟ بس انا بصراحه برمي حاجات اللي انا حاسه انها مش ملهاش لازمه يعني. خلاص هنا نضفناها اهيت، والجلد كده بدعكه بايدي، اي شعره ناعمه، اي شعره صغيره، ريشه يعني، اي جلد اصفر بحوشه. زي شايفين بتبقى بيضه زي الفل ما شاء الله عليها يعني. باجي هنا عند الحصالة بتاعتها، عند الرقبة كده، المكان اللي بيبقى يتعان فيهم الأكل يعني، ببدأ أحوش أي زيادات أي دهون، لأن بصراحة ببقى يعني بحسها كده فيها جلد كده كتير، وأنا ما بحبش يبقى فيها جلد كتير يعني. بمسك كده، وبمسك من عند الجناح برضو نفس الحكاية، أي جلد أصفر، أي ريشة صغيرة، أي حاجة بشيلها، وبخلي الفرخة معايا بيضة فلة. اي بتاع شرايين او تجمعات دمويه لا بشيلها، كل حاجه بشيلها عشان الفرخه ما تبقاش زفره كده ويبقى لك نفس وانتي بتاكليها. خلص بقى بقيه الفراخ اللي معايا كلها انضفها بالشكل ده وانقعها، ونبدا نشوف هنعمل ايه. انا بصراحه في اليوم ده كنت كنت هطبخ يعني، كنت طبخت شويه رز، وهعمل بقى اعمل فرخه واعمل جنبها طبيخ وكده، بس لقيت زوجي جايب لنا فسيخ وهو جاي، فقفلت على الاكل بقى يعني ايه، ركنت بقى قلت خلاص مش هعمل فراخ، وطفيت على الرز وعينته يعني، وقلنا ناكل الفسيخ.
صحيح ما صورتش المقطع بتاع الفسيخ، بس يعني انا بعد ما خلصنا بقى غسيل الفراخ مسكت الحوض طبعا، غسلته كويس جدا ميه وصابون وخل كده وظبطته يعني، وغسلت اي حاجه فيه. الصداده دي بتاعه الميه دي غسلتها طبعا كويس جدا عشان طبعا الفراخ والزفاره وكده. ومسكت الرخامه بتاعتي برضو غسلتها كويس خالص، والحوض كده مسكته صبنته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. صبنت الحوض كويس جدا جدا جدا، خليته زي الفل. تمام. بعد كده بقى هبدأ إيه اشوف هعمل ايه. تمام. خلاص هنا كده، وده الكيس اللي انا بقولكم بلم فيه كل حاجه لغايه ما يجي الراجل بتاع الزباله نبقى نديله الزباله. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا صبنت الحوض تصبينه يعني زي الفل، عشان موضوع الفراغ ده فراخ سمك بقى يبقى المكان نظيف. بعد ما ما نخلص حاجتنا كده تصبني الحاجه عشان ريحه الزفاره طليط والكلام ده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص كده الدنيا تمام. ادي هنا الفراخ بتاعتنا ركناها كده على جنب وبقت زي الفل. شايفينها شمعة منورة، ما فيهاش خلط، ما فيهاش الهفوة. هنا زي الفل كده. خلاص الدنيا تمام. جيت هنا زي ما كنت بقول لكم انا كنت بطبخ رز، بس خلاص يعني ما طبختوش. هنا قطعت بصل لما عرفت ان في فسيخ جاي، قطعت بصل وجبت هنا شويه فول قلت انقعهم عشان خاطر اعمل طعميه ان شاء الله هعملها معاكم في الفيديو الجاي. طريقتها سهله وبسيطه. جبت حوالي كوبايه كبيره كده فول نقعتها، وبدات بقى وسبتها تتنقع يعني لتاني يوم ان شاء الله باذن الله هنعمل طعميه مع بعض حلوه جدا جدا. هي مش اوفر بكتير قوي من بره، بس هي انضف بكتير قوي من بره، وده فرق. هي عندك في البيت طبعا هتستهلكي زيت واصل فول غالي وكده، يعني المكونات بتاعتها غالية. انا ممكن اشتري ب5 جنيه طعمية من بره احسن لي اوفر لي يعني. لكن في حتة النظافة وصحتي لا، هي مش اوفر تعتبر مش اوفر بقى. لو انا بتكلم في النظافة والصحة لا، اعملها في البيت. احنا اصلا ما بناكلهاش باستمرار يعني، بس ساعات بيهف عليكي كده ان انتي ساعات الفطار كل يوم جمعة مثلا بحب اعمل فطار تقيل شوية، فول بقى وطعمية وبطاطس وبرنجان وحاجات من دي. او الشتاء انتوا عارفين بيحب ياكل، فبالليل ممكن تحبي تتعشي مثلا سندوتش عيش طويل كده وفيه طعميايه يشدك كده. فقلت لا اعملها انا في البيت، هعمل كميه بسيطه مش كبيره يعني، واعينها في التلاجة، اعين في الفريزر يعني لما احب اعملها اطلعها. تبقى بصراحه حلوه جدا واطعم وانضف بكتير 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 من بره. هنا خلاص كنت ركنت بقى وجيت هنا قلت اعمل كوباية قهوة، لاني بجد بجد اليوم ده على قد ما هو ما كانش فيه شغل كتير، بس كان بالنسبة لي انا مرهق يعني. غسيل بقى وتطبقي غسيل وتنشري. لا الفراخ طبعا خدت مني وقت ووقفة ومجهود لغاية ما نضفتها وكيستها وعبيتها في الفريزر. طبعا عمايل فطار، عمايل غدا، تنظيف شقة. لا الوضع يعني الموضوع كان مرهق قوي بالنسبة لي، لان انا كنت قبلها بيوم، انا لسه جاية الشقة ما كملتش يومين، فكنت ماسكة الشقة قبلها بيوم بقى بالمطبخ بقى سجاد وغسيل وكنيس وتنظيف. كنت يعني الدنيا كانت لا يسرى لها، فكنت ماسكة الشقة دي بخليها فل شمعة منورة زي ما انتم شايفين كده. كنت ماسكاها يعني نار. بغسل بقالي 3 ايام بغسل كده هقعد اغسل 3 ايام يعني هنا خلاص كنت كيست الفراخ وعين تحت.